بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. ويا طبعا دعيوتش أي بريت الله درسو تحقا ويسوس نير تعبا دوس طيب خيولش آية لقصيد عوش الله دالبو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لقسيلا وش الله دال بو رمضان بتع دوسين قرآن ناخنا نيس كوغل دولو نيس نيق قيتور أدول بقواني خارتون يقع قاستن بيرق أدولو أشوخ تبتي والشو قوبيل إبوت نقع تعتمكش ولح ينوقع نسلح تو أتل دينوش قيشو خينح قاب ديز شنا أهتدل اللهنا شن خلوة يتلا اللهنا تن لأ بلغل داخنا دينوش چق دولة أش لردويلة أشا الله وزويلة تو شاش نيسة چو نوق نيسدرن شو بركلي داقشو بركلي خلي ترحام. إمام البغوي سبو رحمه الله: ثم بين الله تعالى أيام الصيام فقال: سوطع الله عز وجل مرخي دين واش بلغل دير الله باغ شهر رمضان ال رفعه على معنى وهو شهر رمضان. داقة رفعه شهر رمضان دو شوحة رفعه على معنى هو شهر رمضان ال ومتى شهر رمضان ال رفعا قاعد نقز جملة دعيول وشيول شاه تأخر آية ندول وشتول شاه تيجا رفع هندو باهتو هربوشنا رمضان بوت ال هو شهر رمضان ال معنى قاه. وقال الكسائي سأل: كتب عليكم شهر رمضان شنا رمضان بوت تبيل نير الله عز وجل، وسمي الشهر شهرا لشهرته بتخ بوت بوتنخ شهر الله لشهرته إذا تن شهرة يولدير يعني بوش بولدير بوت. وأما رمضان فقد قال مجاهد دلح رمضان بوت قاعد مجاهد الله هو اسم من أسماء الله تعالى الله يتأر شخص هتأيو إذ يقال شهر رمضان كما يقال شهر الله. رمضان بوت أول الله بوت ما الله. والصحيح أنه اسم للشهر سمي به من الرمضاء. نيس وقت قدبو إمام البغوي رحمه الله: إذا أثبت أيحون إذ تنخ اشتياقا من الرمضاء رمضاء جو يوهو يقز مثلا جو يوهو أتنتير حداقا دوشتو إذ وهي الحجارة المحماه إذا بوخ بلت أروت بلت ألقبو إذ. وهم كانوا يصومونه في الحر الشديد إيش مرخوبش برباخة في الحر الشديد جو يوهو فكانت ترمد فيه الحجارة في الحرارة تاقا إبوت برعونا نعم يوهو يوهو نو ترمد فيه الحجارة يا أتبتح على مجدو هو تنخا ترمد فيه الحجارة في الحرارة يوهو نحا تلق بوخ بورتو. قوله تعالى الله دوش الذي أنزل فيه القرآن بوشتك سمي القرآن قرآنا لأنه يجمع السور والآية والحروف قرآن أخا قرآن ألبو
هند ألشا تو ووشخ توهن در قرآن شا ووشخ توهن دول دير سورج آيتش تاقا إشتا حروفش هرشادك جمعا قاعد دالنا وجمع فيه القصص إشتا تشوحا ديترش ووشخ توهن والأمر والنهي والوعد والوعيد أمر نهي دو قرآن شو بالقلدين يا ووشخ توهن إشتا تاقا ديكنز خاء باقردو عازب تاني استقلر ولر قيرم تسردو الوعد والوعيد سلطحة وأصل القرء الجمع قرء بوشتول دوشتوي إذن قرآن مشر حدا الله ديوشو قرقزع وأصل القرء قرء بوشتول دوشتن أصل هو الجمع دعون إزباخ جمع ووشخت بوهرهم وقد يحذف الهمز منه فيقال قريت الماء في الحوض إذا جمعته أول لاقا أستير يقرأ بوشتل دوشتر همزة دعياق شخلون تنقع دعياقي قد يحذف ألج فيقال تقول قريت الماء في الحوض قريت الماء في الحوض أول أسا أتا حوض مو إيدا تنا نخشي متى حوض مثلا تاع بسين خليليز يقصى متك يقز تشوح خي ووشخ تغير قرأت الماء في الحوض والأحا خي ووشخ تغنا أتحوضي تشوحا إذا جمعته أعيخي قولدنا أتشوحا ووشخ تغنا خي حقولدنا وقرأ ابن كثير استشاء القرآن الدشت بفتح الراء ران فتحتوش غير مهموز همزة يوج وكذلك كان يقرأ الشافعي ويقول ليس هو من القراءة ولكنه اسم لهذا الكتاب كالتوراة والإنجيل تاق إمام شافعي إشت دو شرباغز تقول إذا ليس هو من القراءة قرآن بوشتل دوش قراءة تير حداق قنداتون ديشر تير حداق قنداتون أولرتو دلاح إذا تأيو لهذا الكتاب هو كتابا تأيو إذا كالتوراة والإنجيل توراة إنجيل مخلر وروي عن مقسم عن ابن عباس أقرأ ابن عباس يقردو أنه سئل عن قوله عز وجل ابن عباس كاتن خلا الله دشخ لاتنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بوشتل إشتا إنا أنزلناه في ليلة القدر وقوله إشتا الله دوش إنا أنزلناه في ليلة مباركة آخر وقد نزل في سائر الشهور إذا دوسن مدرة عن ابن عباس قدر أنه سئل عن قوله تعالى وقد نزل في سائر الشهور لا قبل بچكه دوسن مدر إز القرآن قبل بچكه دوسن مدر الخاتر تنباخ وقال عز وجل دا القرآن شعبه وقرآنا فرقناه بوغا إذا سورة الإسراء شعدين دول إذ الله عز وجل هو تنخا كزك دوس وش قرآن دوسي نشاء المعاد هو قايتا شادك تعني واحد وسينا دوش كزك دوس وش واحد وسين دوال شيئا بعد شيء مو خدر مثلا فقال أنزل القرآن تاقتو إيلر ابن عباس أمت تجوب شو هنت فقال أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا ابن عباس جوابلوش ألق مثلا ابن عباس قهر تيهر آية شدوي إش حخدين تنخاتن خلا تاقا مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آج شهر رمضان بوتبو أتبتح قرآن دوسين مدر آل تاقا يوخا مثلا قيش آية نقاها في ليلة القدر آلر لا دوت دي شامل الآية حخدنا
تأخذ أخذت نصان دلها وين ما خأر آية قرآن دقة بول بيتش كتاب تبن بيتش كدوسن مدر الخات دينا تونغ ديل إلشن عليه الصلاة والسلام تون إلشر دين شن عدونا إطاي قاشر على مثلا تون حد دوش مخلي آية أخ إخاش تسوى جواب دلا ابن عباس جواب مو دلا تجاه القرآن واحد واسدر تاني دوسين درحون باتو من اللوح المحفوظ شرا في ليلة القدر يولش بيسنا من شهر رمضان بتح إلى بيت العزة في السماء الدنيا دنيا تقلح يولشل بيت العزة أولشا متجوي أتت واحد واسنير إزباخ ثم نزل به جبريل عليه السلام تلتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوما في 23 سنة فذلك قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم أقبوته تلتها جبرائيل عليه السلام القرآن بيت العزة واحد واسين شو داعيز الله جملة تن هو تنخا واحد واسترساني واحد واسين شو داعي يقعد بيت العزة شرا جبرائيل ملايكسة ديل إلشني عليه الصلاة والسلام قرآن واحد واسير نجوما بوغا أقساطا بوغ دوقز هو تنخا تيبن زامن شكوحا شيء داقا نشتاني واحد واسير إزبوغ دوقز في 23 سنة طي قاشر شوحا واحد واسير إز فذلك قوله تعالى إز دحن الله دوش فلا أقسم بمواقع النجوم آذر فلا أقسم هابو الله عز وجل أسدوي مبو بمواقع النجوم داقا تقل سيدر شي واح يكشتول مهتك ألمي عن داقنتون تعبو شار سيدر شي قيل دول شول مهتك تاني دوي بؤشاء الله عز وجل كرست ناخا مشرك ناخا قرآن خارست أشبول بالشينح قال داود بن أبي هنس أله قلت للشعبي شعبك لرشا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أما كان ينزل في سائر الشهور بسن بالبتشكع واحد دوسر القرآن قال سؤال بلى دوسر ولكن جبرائيل كان يعارض محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان ما نزل إليه فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء وينسيه ما يشاء لأخذوا إتنخاتن شنعتوه الله جبرائيل ملك قيش باتشكا دوسر ألتو دلح ألتو جبرائيل ملك عليه السلام تو ديل إيلشن عليه الصلاة والسلام مرخي بتحة كان يعارض محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان ما نزل إليه مرخي بتحة تو تن ديل إيلشن يعارض محمد بوك ديل إيلشن دوحل غور إز بوك دو إز ما نزل إليه شين دوسين دولار قرآن تاني فيحكم الله الله عز وجل ما يشاء فيحكم الله ما يشاء الله عز وجل شين لا اشتك القرآن أخدق إذا محكم دا يدتر شي حكم ليلش ويثبت ما يشاء اشتا شين لو اشتق ست يدتر الله عز وجل وينسيه ما يشاء اشتا تنا شين لا اشتك تن ديت دوليتر الله عز وجل وين ما خأر آية ناسخ منسوخ دوتشنها شين نسخ دول آية تعدرش حكم ديسنرشدو تعدرش لفظ يسنيل شو حكم دعدولشدو إيش تأتكبر وروي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش أبو ذر قردوشتو ديليش نقرتو ديليش عليه الصلاة والسلام إيلر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في ثلاث ليال مضين من رمضان إبراهيم عليه السلام تنا اتبترش تن دوا سنيرة قولوش بيسن رمضان قبيس دعيال شلطة
ويروى في أول ليلة من رمضان تحيول روايتك حديثا تحيول روايتك رمضان دوحل يجبوسنا تون إتبترش دوسينير الحقينا دو دوحل يجبوسنا دوسينير بوشتك إذا يغيل حديث دو الله هر حديث علم شناخا ديك حديث دو أول تقوت يا حما أخرجه الألباني صحيح دو عليه تقى وأنزلت التوراة موسى عليه السلام في 6 ليال مضين من رمضان توراة موسى عليه السلام دو السنيرة يلغولوش بيسنا مضين من رمضان بطا دعيال يول وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام في 13 ليلة مضت من رمضان عيسى عليه السلام توراة إنجيل دو السنيرة قويت بيست عيال شوتاها رمضان بطخ وأنزل زبور داوود في 18 مضت من رمضان داوودا زبور دو السنيرة بريت بيست عيال شينا رمضان بطخ وأنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في 24 من شهر رمضان ل6 بقين بعدها دلاحة فرقان يعني قرآن محمد صلى الله عليه وسلم دو السنيرة في 24 أي بيس دعيال شينا رمضان بطخ ل6 بقين بعدها تلتها يلخ بيسا إيسنا يلش رمضان بوت تبال هر حديثة إمام أحمد ديسنا الباني صحيح حديث الله قوله تعالى الله يدوش هدى للناس بوشتق من الضلالة هدى للناس ناخنا نيسو يلش إذا تلرخ ناخ نسبش وهدى في محل النصب على القطع هدى بوشتل دوشة إذا نصب حوله دو إذ على القطع على العطف المعنى يدو تنتقه عطفا قال لأن القرآن معرفة وهدى نكرة إذبو قدو على القطع ألشا تنا شيء معندول نحو قطع بوشتل دوش إذ مثلا نصبا قا يأنيول اسمي نصبا قا يأن اسم خل نكرة خليز مفرد خلقز مثلا مفرد يولش نكرة يولش إشتا تول حلقة دول قميل دوي تنا صفة ديش إز بيلغل ديش حدي إيشا على القطع المعان دولتون تول شي الحلقة حدي إن دول قميل دوي تن نعت سن حدوق تن صفة دول سن إستو بيلغل ديش تاقا لأن القرآن معرفة وهدى نكرة هند القرآن معرفة والهدى نكرة وبينات من الهدى أي دلالات واضحات بالقل دوستل داق دليل ثاني دليل دلش تنسيش بالقل أدم نيسوان تنسيش من الحلال حانل دق والحرام والحدود والأحكام حدود داز ونشتوش الله خدتين دلو إشت أحكام شتوشوا دولش دول يا حدود إذا هورنا شين يو بوش بالبيقن بقز تولتين دول قنوة الشخ والفرقان أي الفارق بين الحق والباطل بق دق خارس دق قاستوش قوله تعالى الله يدوش فمن شهد منكم الشهر فليصمه أي فمن كان مقيما في الحضر فأدركه الشهر شيخة شيء تأخل والستق يدقصن في الحضر إذا شيء تأعول والستقوقز مسافر ووتق سفر يحووش شيء تأحوي قوقز شيخ تأعنا قاسن مقيم خلاحة شيء تأعولش تن إبوت تبعش بوق دو إز
فمن شهد منكم الشهر فليصمه على. واختلف أهل العلم في من أدركه الشهر وهو مقيم ثم سافر. العلم شنو خيل بلوخيلا شين إبوت تبعن والش تج حقها وهو مقيم إز مقيم والش تلتع تو نوق ولقس تلتع مسافر خلا نوق ولقس. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال علي قردويت الله ريز خليلتم تو إيلر آل لا يجوز له الفطر تنا مرغ داست مجر داست. وبه قال عبيدة السلماني لقوله تعالى الله دوش دول ديرا فمن شهد منكم الشهر فليصمه آل شينا إبوت تبئن والشو إبوت قوبيل تو آل أي الشهر كله شامل ببوت قوبيل تو. وذهب أكثر الصحابة والفقهاء إلى أنه إذا أنشأ السفر في شهر رمضان جاز له أن يفطر. لقد دقوا بالبيمر صحابيشة إشتا دقوا بالعلم ناخا فقهاءش لقد دقوا بالفقهاء إيش تين تعبون آلشة إلى أنه إذا أنشأ السفر نقعسن إذ نوق واللحا مرخي بتحا تنا مرخ تقاب مجشتتن جاز له أن يفطر مرخ تقاب مكشتون. ومعنى الآية يا مثلا مرخ داستا المعنى على كل حال وشتك مرخ تقاب ودقز على وشتك. ومعنى الآية وقاية معه فمن شهد منكم الشهر كله فليصمه شخا إشامل بالبوت شين تبع تقع تشقوي إذا شي نوع شي تحول شبودق فليصمه تو يقابل أي الشهر كله إشامل بالبوت قوبيلتو. ومن لم يشهد منكم الشهر كله فليصم ما شهد منه إشامل بالبوت أشتقها هو تنخشون إذ تتقاچا بوك تقا يخو إذا هو حيث أحولش بوك دوك إذ أقر حلق يخو اختلاف تين داخل سفري وقتش تو إديك قاب ديز يتديز تقوبش عميق يتميق داجة قاب يشوي ليحت على اختلاف خلا نوقع والشو هاي تعول إشامل بوت حون تبعش إشامل بوت قاب بيشغل أتبعتها اختلافات. والدليل عليه تندلل هدوء ما أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر ابن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عن عبيد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد. لقد ديل يشوربو عليه الصلاة والسلام ديل ابن عباس يوج حديث دوهر ديل يلش عليه الصلاة والسلام آرويلر مك وآرويلرز عام الفتح مك حياقا دول شدوقز مك حياقا شرع رمضان بطا در إذا فصام إتو مرق بيرا حتى بلغ الكديد إذا كديد أو شلو متي قاتشل شا بس متي إذا كديد بوشتك إذا تا شنيورتنا يقع دولشتل خدو إذ هو تنخ مكر آروالشا تابو علم شتام آذر أتمكر примерно 90 كيلومتر عوخشا يولشل مهتادو إذ الحقينة تار. ثم أفطر وأفطر الناس معه تولت حتى مارغ داستر ديل يشنو عليه الصلاة والسلام مارغ داستر تو اشتبسن بوشناخ داستر تنتاني مارغ فكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ديل يشنا صحاب شبر يي ناخ وأفطر الناس معه تنتاني خلبول ناخ صحاب شبقش إش برحونا تار حقو يتر بالأحدث كيل دقة كيل دول چنخا ديل إلشن أمرخ ديل إلشن أمر دين دولا كيل دق حقو يتر تار. بايمر عليه الصلاة والسلام مارخ قوب چنا مارخ قيبر تار
يختو عليه الصلاة والسلام مارخ داستن شناحا مارخ داستا داسترتار دقة سول دعبو إمام بغويس رحمه الله قوله تعالى الله دوش ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أباح الفطر لعذر المرض والسفر الله عز وجل مارخ داست مارخ تقاب مجينا بيحكز تمغرنا ينوقع خلرنا بيحكز له يلدير وأعاد هذا الكلام ليعلم أن هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ أقمتها وأعاد هذا الكلام هر قمل يخحدا لنحونا ليعلم ناخن خايت رحام أن هذا الحكم الحكم دوي نوقع والش واستغنى تن مارخ تقاب يتومكش والش مارخ تقاب بقوي ثابت تن حكم ثابت تحن في الناسخ ناسخا ناسخ ديشت الآية تنقحا ثبوته في المنسوخ إشتا إستندو في المنسوخ دعداقن دولش آية تنقح يدعداقن دولش حكما قح ميقادو قز يحكم مثلا دو لقى حقير قوي تمكش واستغن يوق واستغن مارخ تقاب مكشتو يدات ال داقن تحق حديق امل خلير قوي اسحبو شارة منسوخ دو آلر وقار إز منسوخ دات حكم ستن دو آلر ديتر دول دير داق إذا شاتن حكم مثلا استغى مارخ قاب ديش خلر إذا ستن دلاحة تعدل بحنشكها استقى بيشيول شخلر قويتش دول قمل دوهر قمل دقة نرجع عليه ومتع يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم على آية داري تحقها قل حالة عدن آية كها تجاه إمام بغويس دوقا يلشلا اختلاف حقيقة تجاه علم شنيخ إذا شن مارخ تدازين دوشن ألشا يتأدلن دوشن ألشا إذا مثلا تعدو إذ يوقعها تعبر كان بيحكزلو يتجاه دويتشا تحتيجر اختلافي ترتو تعبول شارع هو تنخ شاءت آية نسخ دينا الله حخير تار على كل حال أتنخ ترى مثلا شا مارخ قاب ديش خلر ستندك إز خلشي يتقاب إقاب تمجر منسوخ دين دلحة تقوب شعر منسوخ دين دلح إشتا منسوخ دقة إثابت خلي شوشتعون شيحول حجن واختلفوا في المرض الذي يبيح الفطرة لاقا مرخ تقاب مجشول تمجر هو تمجريو أتنقح اختلاف في العلم فذهب أهل الظاهر لاقا ظاهري تبوي تارى هو قال إلى أن ما يطلق عليه اسم المرض يبيح الفطرة ملخ شيخة تمجر أولشول شين تياقشول تمجريو يبيح الفطرة مارخ تقاب يا مارخ داست بقو الله قال وهو قول ابن سيرين دوشخ دعون إذا قال تو إيلر قال طريف بن تمامس العطاردي بوشلوشو تو باخ دخلت على محمد بن سيرين وشو غرشة في رمضان مارخي بطع وهو يأكل إذ يامي أشور فقال تو إيلر إنه وجعت أصبعي هذه هرسب الجلز بالق إليرتوباخ شيء الجلز بالق يا مارخي بتاع عشان بيحكزلو لارا يا مشور إزباحته إذا ظاهريش هون ظاهريش كر خلرا مثلا الجلزر تمجر ما يوز الجلوش وستجن مارخ تقابل بوق ما دهتز مارخ قابلش ما دوتون دلاها ظاهريش دين دون قميلخا تارا ملخش يتمجر أولشتل هم أدمع دلاها تنا مارخ تقى بقو يؤال حقين تار وقال الحسن وإبراهيم النخعي وهو المرض الذي تجوز معه الصلاة قائدا بوه
باقة حسن البصري إشتا إبراهيم النخعي سؤال إذا اتمجر يعني مرخ تقاب مجشيل هون بيحكزلو يشل تمجر إز هيوبو إذا هو حاخي لامز دا يشيل شل تمجري إزو الحاخين تار هو حاخي لامز دا يشيل شو تمجري قس تغن. وذهب الأكثرون إلى أنه مرض يخاف معه من الصوم زيادة علة غير محتملة ناقا دقوبو علم ناقا اشتين تعبو إتار دقوبو علم شنخوال إذا إتمغريو يخاف معه من الصوم إتمغريو شماره قابتش حون قيرم خل مجشة زيادة علة إتمغر سويالر قيرم بقسقع ماره قابع اشتحوت حول حولش غير محتملة خل مجخبو شما دوش بيلقل خو شم دلع إشتشوحا أتكي بريولشو تمغريو على دقوبو علم شناخا مارخ تقاب مارخ داستا يشيولشو. وفي الجملة أنه إذا أجهده الصوم أفطر. وفي الجملة دوت حقيقة مقر دقوي مثلا دوت حقيقة أنه إذا أجهده الصوم نقعسن أتمارخو إذا تنطق بناحة أفطر تو مارخ داستردو وإن لم يجهده فهو كالصحيح نقعسن تو تنطق بن باتحة إذا مقشو استقوحون إذا مقشو استقسن وحون باخ. وأما السفر أما نوقع ويقى فالفطر فيه مباح والصوم جائز عند عامة أهل العلم إلا ما روي عن ابن عباس أقا نوقع وشو استقى تنا مارخ داست مقشتو مارخ والصوم جائز عند عامة أهل العلم دقوا بولشو علم شنيخن جرجحة مارخ قابا مقشتون مسافر وقز مثلا مسافر والله مارخ تقابا يشتون قابا يشتون إلا ما روي عن ابن عباس قرديتا دق دوتك وأبي هريرة وعروة بن زبير وعلي بن الحسين حقار قال لك دوتك بس دقوا أبو علم شنا مقردو قال دلا حقار هو قال أنهم قالوا تار إيلرباخ لا يجوز الصوم في السفر نوقع والشنا مارخ قاب مقشتات ومن صام فعليه القضاء أزدينا نوقع والش مسافر والش مارخ قاب والستقى تو إمارخ ديوقش قوبر دوال. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم تارى دلل ليتر ديل إلشان داش تاني عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر آل ديك اللي خدات حونا نوقوي مسافر تو مارخ قابر آل هر حديث بخاري مسلم شهدين حديث دهر. وذلك عند الآخرين هر حديث خودي حاضر تدو بيلغن دك تدوسون دوت حقيقة هر حديث نوقع والشولو نوقع مرخة قوبش ديليشن عليه الصلاة والسلام شاوش والشيناحة قل بيل تعناحكي نق تان وجلات شوستغن عند خواتين عشبول لقد أبي ديليشن خاتن خلال سارق عليه الصلاة والسلام هقستغن خلق هدو هقو آل وقار جواب دلهر مارخ قوب شور آل مارخي باتاخل دوز أخ ساري آل شت أخ آل دو ديليشن عليه الصلاة والسلام ديك عمل خدات شنا نوق وشو مسافر مارخ قابر آل أتحولي إزوير والش ولا بوغدو إز مثلا إتومكشل وحطور والش ولا أتمقرو يتون إقاب خلدلح. وذلك عند الآخرين في حق من يجهده الصوم فالأولى له أن يفطر أمتح لا قبوته. وذلك عند الآخرين هر قبول علم شني حقع مثلا هقارة هق حديث ثاني دليل لاحتق نوقع وشوستجا مارخ قاب مكش دات ال دلاح قيشار هبو إمجردو آلشار هبو إذا في حق من يجهده الصوم بو مارخ وشين خلوة يشوقوي شين خلوة يشوق تنحق عدو إز فالأولى تخ أولاد إز ولحدو إز تو إتقابر آل له أن يفطر فالأولى له أن يفطر تن ولحد تو مارخ تقابر دو آل. والدليل عليه
ما أخبرنا به عبد الواحد بن أحمد المليحي تندلي الهدو ويقديتا شنو ديك دحونا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا آدم أخبرنا شعبة أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن ابن علي بن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا هردو وهيت ديسنك دير يشوربو عليه الصلاة والسلام نوقع خلا يوخا زحام جنقتن تقع قول بالناح جنقتن إشتا ورجلا تستقى جنتن شينا أتناغ عند غدنا عشخل وال أقا ديل يشنو عليه الصلاة والسلام خاتر ما هذا هدوهر قالوا هذا صائم تار إلهر مرخوب شوص لقوهر فقالت إلهر ليس من البر الصوم في السفر ديك عملخ ديك النخدات شنا نوقع والشو مسافر مرخابر أقا حقوقوش تكودو نقع سنة لقعبو اتعبو العلم شتعما الله رأى استقنا إنو خشو والشا تون اتمار قابرو تون قطو ييري لا تون يخلش داقر دلع تون حلا إشتوحا إذا ديك اللخداه تون اتحو العمار قابر والدليل على جواز صوم مسافرا مرقاب ميقش خلن دليل هدو ما حدثنا الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري أخبرنا أبو نعيم الإسفرايني أخبرنا أبو عوانة أخبرنا أبو أمية أخبرنا عبد الله القواريري أخبرنا حماد بن زيد أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان تاقا سعيد سبوغ شاشة ديل إلشنتاني عليه الصلاة والسلام مرخب بطحا نوقع درشاش بوغ فمنا الصائم ومنا المفتر تخون يقع مرخ قوب شويقور مرخ تقوب شويقور فلا يعيب الصائم على المفتر ولا المفتر على الصائم مرخ قوب شوالشو تقوب شوالشنا هوتنا يبرش تيور ليت لور إتن ريزوش قميل تدور توتن أقا يا مرخ تقوب شوالشو مرخ قوب شنغة تألر هما واختلفوا في أفضل الأمرين لاقع علم شنو يحصل تاعها اختلافين تاخلا تيرش نغولة هدك هدو نوقع والشو مرخ قابر غولة عدتن يا تقابر غولة عدتن فقالت طائفة تبو علم شنو الله الفطر في السفر أفضل من الصوم نوقع مرخ تقابر غولة عدتن مرخ قابر الله روي ذلك عن ابن عمر وإليه ذهب سعيد بن المسيب والشعبي وذهب قوم إلى أن تحقى إذا ابن عمر قردي تندو منين تأخلا سعيد بن المسيب غير اشتأ الشعبي خلا وذهب قوم إلى أن الصوم أفضل وروي ذلك عن معاذ بن جبل وأنس وبه قال إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير تابو الشارع تابو علم شناخو الله مرخ قابر غولع دو الله تار إذا تاقا معاذ بن جبل يقردئنا أنس يقردئنا إشتا إيال شيرخو إبراهيم النخعي سعيد بن جبير وقالت طائفة تابو علم شناخ الله أفضل الأمرين أيسرهما عليه غولع أتشنخ غولع دك استغن هدو باتو أيسرهما عليه تن أتوخ دك دقباخ لقوله تعالى الله دوش دول دير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله هنشن أهتلا الله هنشن خلد تلأل وهو قول مجاهد وقتادة وعمر بن عبد العزيز هرأ مجاهد سأل شنخ دوحون قتادة سأليز عمر بن عبد العزيز سأليز ومن أصبح مقيما صائما ثم سافر
في أثناء النهار لا يجوز له أن يفطر ذلك اليوم عند أكثر أهل العلم. مارخ دولش عورن جوال لقطع مارخ دولش عورن جوال وستجا تلتحا نيق ويلقز مسافر خل ويلقز في أثناء النهار دينح لا يجوز له تن مجردات أن يفطر ذلك اليوم أز دينح مارخ تقاب مجردات مارخ داست مجردات عند أكثر أهل العلم دقوبو علم شنيخة دقوبو علم شنيخة نجرجع. وقالت طائفة قبول علم شناخ قال له أن يفطر تن مارخ داست مجردو وهو قول الشعبي وبه قال أحمد إذا شعبي چون قرد نعون إذا إمام أحمد قرد أنه. أما المسافر إذا أصبح صائما فيجوز له أن يفطر بالاتفاق. أما مسافر والشا قان مارخو بردوشا الله عورنج ويلقز مارخ لا تقولش تنا مجردو باخ مارخ داست. والدليل عليه ما أخبر عبد الوهاب ابن محمد تندليل دو ما أخبر عبد الوهاب ابن محمد ديسن الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان. هر حديث جابر بن عبد الله قردو رضي الله عنه توبة ديل إلش عليه الصلاة والسلام مك وآروي خرج إلى مكة مك وآروي لرز عام الفتح في رمضان بوتح هو مك حياقا شرح فتح شرحه رمضان بتح فصام حتى بلغ كراع الغميم تو مرخ قيبرة إذا كراع الغميم أو شلا مت قاتشلت إذا مكة مدينة يقع يلشو مت كيز أتمت قاتشلت مرخ قيبر ديل يلشنو عليه الصلاة والسلام. نعم فصام الناس معه نخبر تنتاني مرقوبش فقيل له يا رسول الله ديل إلشن إيلر هاي ديل إلش عليه الصلاة والسلام إن الناس قد شق عليهم الصيام ناخنا خلق مرخ قاب يعني نتق منق ناخنا مرخ قابروا يش نوقع بولدير فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. ديل إلشن عليه الصلاة والسلام شينا شوح ختاني كدبا إليرتو إذا مال بوزلامز خان خلشو تعدر فشرب تو إخي ملر والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعضهم لناخ تنحوش بر تحبولش ناخ تو سن إشت مارغ داستر تار بسن شار شيء قدع مارغ نجدع قيبير فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة ديل عليه الصلاة والسلام تخبر دحر تعبولش ناغ مارخ داست نعون المارخ قوبش بحون إشال فقالت سؤالر أولئك العصاة عيس نهبوش عيس بوشال إبوغا هدو إمام نووي سوقا حديث بخاري مسلم شادين حديث دور داق إمام نووي حديثا شرح دشن حقدو تقالوش تق هدر باهتو شيهم دربو غلبل خلش برئش مثلا مارخو نتق بنش برئش شان نتق بنبولش إمارخ قابة يتقابر غولا خلر قويترتو باخ نوقع وولشن يا ديل يشنو عليه الصلاة والسلام تان أمر دين خلير باختو مارخ داست لاقتار اتداستن چه إشتا أسكي بردوست إبوهوك دات وق حديثن علوشتك دات مسافر ملخ مسافر مارخ قوبشول إز عيس تقوبوك داتيس. واختلفوا في السفر الذي يبيح الفطرة لاقا علم شنو اختلاف خلا مرغ داست مجشلو سفر حقه
ملخ سفرها مجشتو مارخ داست مارخ تقوبش عمت مجشتو. فقال قوم مارخ داست ملخ سفرها مجشتو. فقال قوم تعبوا شر مسيرة يوم تعندينها بيشبل نيقبو إزال. وذهب جماعة إلى مسيرة يومين تعبوا العلم ناخا شندينها بيشبل نيقبو تقالو أشبيقال. وهو قول الشافعي رحمه الله إذا شافعي قول دحون. وذهب جماعة إلى مسيرة 3 أيام تعبوا العلم شناخا إذا قادينا بيشبل نيقبو إزال حون مارخا داست يشيلش بو قدو دعاوة حويتشو نو متي وغنتقع تحدي داقش حولا يشدي داقش ولا يقود داقش ولا. وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي قادينا بيشبو نيق إسخل بيشبو آلرا. سفيان الثوري قول دو إذا إشتا أصحاب الرأي احنا في مذهب بعد إذا. قوله تعالى الله دوش يريد الله بكم اليسر بوشتغا بإباحة الفطر في المرض والسفر. بإباحة الفطر في المرض والسفر. الله عز وجل شنا أهتو برديش وشا بوغ أهتدرديش وشا شن باغ شنتو مقدر تاني مرخ تقابة في المرض يتمقر يلش والسفر يا نوقع دولشينا. ولا يريد بكم العسرة. الله شنا خلو يشوات. قرأ أبو جعفر العسرة واليسر ونحوهما بضم السين. أبو جعفر العسر اليسر بوشتل دوشة سيننا ضمت وخرتان ديشتو بوه العسرة واليسر ال. وقرأ الآخرون بالسكون بسنجال سكون ثاني ديشة. وقال شعبي يسأل ما خير رجل بين أمرين فاختار أيسرهما إلا كان ذلك أحبهما إلى الله عز وجل. استغنى ما خير رجل استغنى خارجا بلع خارجا بتنحى شن بالخنقع. استغن شن بالخنقع خارجا بتنا فاختار أيسرهما تو تير شنخة توخ بك خارج نحى تو تير تو تير توخ بك خارجر مبات إلا كان ذلك إذ خل بما الله أنت أخشوا دقديش لقصيد عوج الله أنت أخشوا دقديش بم. بس تو خارجا تنا شيء وري أنت نيتنع تير شنخ توخ يك تو خارج نحى إذ الله أنا دقوه ديش تقدحون با. ولتكملوا العدة ألشا قرأ أبو بكر بتشديد الميم. أبو بكر سهر ميم من تشديد تغرتان ديشا ولتكملوا العدة أل. وقرأ الآخرون بالتخفيف بسنجار تخفيف ثاني ديشا. وهو الاختيار لقوله تعالى إذا خارجنك دعون بوتوي بالتخفيف ديشا دوي إذا خارجنك يدعون لقوله تعالى الله يدوش دول ديرا اليوم أكملت لكم دينكم آلرت. الله عز وجل اليوم أكملت المدوي تغنى أس شو دين قوش دين الله عز وجل. والواو في قوله تعالى لاقى الله أقدشان قاع دوشت الواو ولتكملوا العدة بوش تقدو إذ واو النسق دو إذ واو النسق واو العطف بوك دو إذ عطف ديشت الواو دو إذ. واللام لام كي. لاقى واللام عطف وما أرسل حلقة دوشتول دوشتوي تن تاني تن حرك حي سرقات تن مشاركة يشتول ديك دوقز تن تحد دوشتول دشوا. واللام لام كي لام دو يوقع تاق إذا كي المعنى تاني دون بوه ولتكملوا بوه ولي دو إذا لام كي دو تقديره تن تقديره يو ويريد لكي تكملوا العدة إذ لؤشو تاق شقوش ديت رحام العدة إدين واش المجدوق أي لتكملوا عدة أيام الشهر
شجا قوش دي ترحامة أتبتنا دولشتول دينوش بقضاء ما أفطرتم في مرضكم وسفركم أشا يخديوقش ديشا ديوقر دولشا أش تقوبش ديسن خل دول مرخنشا في مرضكم وسفركم شاش تمكش دولشينح يا شاشا نيقع دولشينح. قال عطاء أصبوغ ولتكملوا العدة أي عدد أيام الشهر أتما بيت دين واشتوي إش قوش ترحام. أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال. ديل يشنو عليه الصلاة والسلام حديث عن ابن عمر يقردو لاقى ديل يشنو عليه الصلاة والسلام إيلر بوت 29 أي إسددو فلا تصوموا حتى تروا الهلال أشمارخ مقابلشني شينا بتز قلت شين بوت قلت مارخ مقابلشني ولا تفطروا حتى تروه أشمارخ داست مداست لشني شن إبوت قلت فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 نقع سنة إبوت شن قيل بالحة مثلا شن يتسقع بوغدوقز فأكملوا العدة 30 تأخى أش إبوت حل بزلشني تأي إتده. هذا بخاري مسلم شهدين حديث دور. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحيري أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي أخبرنا محمد بن يحيى أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديث أبو هريرة كردو الله ريز خليلتون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تو بو ديلشنو عليه الصلاة والسلام إيه ريال لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم. أشا مرخبت إبالي أتمرخبت حلخها يتحندي نح يشندي نح مرخ مقابلش نهال مرخبت قان مرخبت بؤال بالقدلق يقان عين مرخبت بؤال الدين وشكع مارخ مقابلشني بو ديل يشنو عليه الصلاة والسلام إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم يجوق استثناء هيو اسكرتشيني هيو نقع سنة إذا دوغ سخي لها أش مارخ خابر مارخ بوتبا لتحدي حال شدي حال أش مارخ خابر إذا دوغ سخي لها شوخ تحمى مارخ قوب خلدو الحولا لاق إبوه قدو مثلا هور بندين لك مار خوب شلقه قان مار خوب ألشا تغن مثلا بندين لك تو إيش مار قاب مقردو الحقدو عيلمش إمام نوويس أتسا حديثا شرح ديشان حقدو إيز صوموا تحصول تعبو ديلشن عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أشا مار قابل يعني مارخي بوت يدعبوا البويل بودوك مارخ قابر تاني لرؤيته شنا بوت قر تاني وأفطروا لرؤيته إشتا أشاء مارخ داست دوستيلة إبوت قر تاني فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا نقع سنة إبوت شنقيل بالحة فعدوا 30 طي إتدد حال دوزيت ثم أفطروا تسولت مارخ داست ولتكبروا الله ولتعزموا الله أش الله سيلح ور على ما هداكم أرشدكم إلى ما رضي به من صوم رمضان أش الله هنا أش الله سيلح ويرولشا على ما هداكم على ما أرشدكم توشو نسدرنا توشو تنسدرنا إلى ما رضي به شاريز والشمن من صوم شهر رمضان ما رمضان بتع مرخ قابرت وخصكم به دون سائر أهل الملل
توشو حقاس در بحن دولش قدل أهل الملل قيش قومش دوي تارخ شو حقاس در بحن دول شون إمارخي بوت بلر تاني رمضان بطح. قال ابن عباس هو تكبيرات ليلة الفطر قان مرضاست البيوس يولشناها تكبير شتردو إزباحتو. وروي عن الشافعي وعن ابن مسيب وعروة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر يجهرون بالتكبير. تاقى إمام شافعي قر ابن مسيب قر تاقى عروة قر دوشتو إشتا أبو سلمة قر دوت تارا تكبير شدور باخ قان مرضاست الجبوسنة يجهرون بالتكبير تكبير جوغ أولش أزدقش أولش. وشبه ليلة النحر بها تاقى أرس حقش غربان دوي غربان ده خلي يوشل بوسنة أت بوسنة ترين إبوس باخ إلا من كان حاجا فذكره التلبية. أتجقر باشلو هيو إسكلوشيني هيو من كان حاجا حاج ديشخل وستقوي فذكره تن ذكرته الله حخور إذا التلبية يو لبيك اللهم لبيك على عيبو قدو حج ديش وستقى تن ذكر تلبية يو. أما قبل شيرا مثلا قان غرب ديشتو البوسن يا قان مرداشتو البوسن إش تاتر خلشتو تارا تكبير شتر الله سلط عبول يقصيل عوش الله دال ولعلكم تشكرون بوشتقى الله على نعمه دال شن دل نعمة شن أشا تنا إذا شكر دير دوش. وقد وردت أخبار في فضل شهر رمضان وثواب الصائمين تاقى مرخي بيت دزل دوش مرخ قوبش بولشان خيريول يل يوتش دهكن دقة حديش تحون باهتو. وردت أخبار حديش دهكن مرخي بيت دزل دوش إشتا مرخ قوبشان خيريول شل يل يوتش. أخبرنا عبد الله محمد بن الحسني المروزي أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي أخبرنا أبو عبيد القاسم ابن السلام حدثني إسماعيل بن جعفر عن أبي سهل نافع بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة ستوت ديل رسول عليه الصلاة والسلام إيدر إذا دخل رمضان صفدت الشياطين مرغب تبعش شيطان شا إيشك زعرش ثاني دعدو أحكي صفد بوشتل دوشة إيشكم ملخ تنتاني دعدو يحكردو إذا لقل معا إيشك زعرش ثاني شيطان دعدو أحكي وفتحت أبواب الجنة يلسمني نعرش حيول وغلقت أبواب النار جوجرتي نعرش تجعوه. سلطة رادس بخاري مسلم شاديانو. أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي أخبرنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد بن الجراح أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي أخبرنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا أبو بكر محمد بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال هر حديث أبو هريرة قردو الله ريز خليلتون توبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل إرشنو إيلر عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن مرخب بوتا تبعين شنا دوحر ليرش بوسنا شيطان شا إشتا جنشي كورتع برش بوي مردت الجن إذا رؤساؤهم جنشي كورتع دولش دولا ناخي قوونك ديبو شا دولا عيس شيطان شتوق شتوت ستيج الشياطين مردت الجن تعدو مقردو جن شوين مخاءرة مؤمن شدو كافر شدو مردت الجن نقص على ديش عيس دوشتو الجن شدوش ناخنا ودك دي الوسوش ديشتو ناخا
رمضان بوت تبعن كان أتدوحة ليرجبوسنا إشيت أنشا إشتا جنشر عيسى دشتا إش تدوخك إيش زعارش ثاني وغلقت أبواب النار جوجغتي تسألش داجو جوجغتي نعرش داجو فلم يفتح منها باب أجوجغتي نعرش حيو اللريات أجوجغتي تسعى حيو اللريات وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب يلسمن نعرش حيول إمارغب التعبالة إجداج أوريات وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر قيقم بشو قيقم بيربق هاي دكنك لا أشخلك باغي لا أشوقز هاي دكنك دا لا أشخلك أقبل حط إيرز لحني يدك درن ويا باغي الشر أقصر هاي ودك لا أشخلك أقصر يخوى الله حنيه يعني دخاد لحني أتوونخ حين دقدي أن شمنخ ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة الله هنا تو أت جوجغتي تأرخ حلغار بوش تبول ناخ بحون وذلك كل ليلة إذا أتهور بوسن خردوش نون رمضان بطح هر حديث ترمزي ديتن حديثتو ألباني صحيح حديثتو إذا الله أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر بن أحمد الكوفاني الهروي بها أخبرنا أبو محمد يعني سند ثاني ديس نوين باخ أبو محمد عبد الرحمن بن عمر ابن محمد التجيبي المصري بها ديس نحونا المعروف ابن نحاس المعروف ابن نحاس قيل له تونغت عم إيلر بوه أخبركم أبو سعيد شقديس نق أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد العنزي البصري بمكة المعروف بابن الأعرابي يتشل والله أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر ابن محمد التوجيبي المصري بها المعروف بابن بها المعروف ووشول إذ هروي محمد تجيبي المصري المعروف ووشول بابن النحاس ابن نحاس بوشول ووش يقويز مشارع الأشواق هذه النقوات يوجد بعض الأخطاء في السند تم تصحيحها من شرح السنة إن قزحها الإسناد يوقع هو الشل هق جيننا بوها تعليق شباخ الإسناد تعد الغالج تبوتوتن شرح سنة شوعة جيني شوعة بالقلدين نيستنا أشباه ديك نادي شوي شو يا سبحان الله أخبرنا الحسن ابن محمد بن الصباح الزعفراني أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ديل يشنع الله عليه الصلاة والسلام مرخي بوت قبول استقى إيمان واحتسابا شا قبل شو رمضان مرخي بتق مرخن شاشين يلخلري ستوش والشا غفر له ما تقدم من ذنبه
تنا الله جشتي دو تنعدغن دولقين واشن. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لاخ مارخي بوت دين بن خلق بيوسن عبادة ترتاني إيمانا واحتسابا إيمان تاني شين دنا يلخل لرستوش والشاء غفر له ما تقدم من ذنبه تنعدغن دولقين واشن تنجشتي دو الله. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اشتا ليلة القدر دين خلو استقى إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تنقن وشنا يجدد الله عز وجل. تلتها أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبرنا أبو سعيد خلف بن عبد الرحمن بن محمد ابن أبي نزار حدثنا الحسين بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ابن أسد الصفار أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبي إسحاق العنزي أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي أخبرنا يوسف بن زياد عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان بتحر جدينا ديل يشنو عليه الصلاة والسلام شين خطب دير باخ. فقال ديل يشنو يرتاق عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس هيناخ إنه قد أظلكم شهر عظيم وفي رواية قد أطلكم بالطاء حكمتها ديل يشنو علاق عليه الصلاة والسلام إنه قد أظلكم شهر عظيم أظلكم بوشتقاء شنا تخوات نقبوك دوقز سيلع بولش بولو بوت خيش رواية قاعدة قد أطلكم ال بالطاء طاء تاني دينا أطل بوك أشرف بوغدو أشرف بوغدو شن تبئنا شن بوغدو قز جرج بئنا شن بوغدو دنا قرب المعنى يخشمو خدر شهر مبارك بركة يبوت بشن تبئنا مش دور شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة القدر بوت بوئزة شينشوحة ليلة القدر بيسيول خير من 1000 شهر إزر بطل مغولح يلشل بيس شهر جعل الله صيامه فريدة يبوت بوئزة الله عز وجل تشاح قوبش والمارخ شنا برزدين تبيلن وقيام ليله تطوعا تنبوسا جدين يرى شن سنة ديك عمل تنخشنين تطوع ديك عملوز سنة عملوز من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير أتبتع الله عن جرج وهن خلوستجا بخصلة من خصال الخير دكلن داق واجدوي أتملخت عن داقنت كان كمن أدى فريدة فيما سواه تو السنة دم عمل يوشعتون مثلا ديك عمل يق سنة عمل تو ديك سنة عمل ياحا وتبتح الله عن جرجويتشا تو الله هاتنا فرد تدلن تيلن يوش عمل ينسن خير وعون إزباه ومن أدى فيه فريدة كمن أدى 70 فريدة أتبتع شين دالة تدلن دوشتال برزيول شو العمل قوشين خلو استقى قوز غي إت فريدة قوشت إنسان خير وعون إز فيما سواه إدوتك إشادنك دوتك تان وهو شهر الصبر إذا صوبرين بوت بوعون إز صبري خلويش استقى والصبر ثوابه الجنة صبر دوي تن يلا إزويو يلسمنيو وشهر المواساة أي المساهمة تحقق شهر مواساة شقزها
كنا هوش تقولوا شهر مواساة أي مساهمة نادوقز إبوت بو إذا أتبتح أحا ديك عمل يرجعها قيشة تاني داق لوج المعان دول تنتجه وشهر يزاد فيه الرزق إشتا إبوت بو إذا أتبتح حون رزق صوداقش الله حون رزق صوداقش ومن فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار أتبتح مرغ تنك مرغ داستي تحا تن إذا يالخير يحون له مغفرة من ذنوبه تنقنواش جيتش ترخير دوئيس تن تحقا جوجغ تتأرخ حلخ واقر سنة يالخير يتن وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء تحقا تنا إمارخ قابا قويتو إمارخ داستي تن مارخ قوبش خلوستا قوتا تن مارخ داستي تقتو إتو إشا قاب دول مارخن تن خليول يالا تن سنة يال خيريوتن إمارخ قاب والشن إمارخ داستي تن تن يولخ تن تاهما يوشر دوج قالوا تختار إلر يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائمة هاي ديل إلش إلر بايمر صحابش تخونا ناخيق مرغ داستيت يا أم تكر يقشين آل تخويق عيات تقيا مرغ داستيت يا أم آل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديلش نو إلر تاق يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن الله عز وجل هريال هقلقع مرغ داستن مرغ تنقيشن مرغ داستي تنشن خلشو اليال دي ترى إيال لوريو الله عز وجل شا مرغ داستي تنولشن على مذقة لبن يعني ختاني إيدين يول شريوي مذقة لبن إذا خت إيدين يول شريوي خت إيدين يول شرة تاني تو مرغ داستي تحت أخ خيرتون إيال أو تمرة يتو خرميل تنت مرغ داستي تحت أخ تنا خيرو إيال أو شربة من الماء من ماء تو خيبيم تنتلح مرغ داست تنا إيال خيروبا ومن أشبع صائما سقاه الله عز وجل من حوضي مرغ داشت وستقوي إذا تني حقل دعيا قنخل وستقى الله عز وجل تنا خمل وردو من حوضي سحود دنشر يلس من أخير دوشل ديل يشان حوض دوقز شربة تشر الله عز وجل تنا خمل وردو لا يزمأ بعدها إذا تلقى حق وروش حتى يدخل الجنة إذا يلس من يقاتشلت حوضة علم شتعما قال إذا قيمش دين آخر دوشل حوض مدو الله عز وجل يلس من يوشو يلس من يوغيت لي جوجغتي وغيت لي حيسب دل دق ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار شيء كيكلا مثلا ليوي أتلينا أهتن خلو استجا مثلا توتون دائما هو دن تعبالخ بوش أحوي خلا مارخي بتاع مثلا تو إذا تندي دقي أو قطع يقول توتون غفر الله له الله تنجش تيردو وأعتقه من النار جوجة حلغة وقروتو إذ حتى يدخل الجنة إذ يلس من يوخط وهو شهر أوله رحمة إذ إبوت بحونا دحر إبوت تعبول بلرقاح قنخية تنبلش وأوسطه مغفرة يقع جيتش دردلش وآخره عتق من النار تحر إبوت شقبا لرقاح جوجة تيخا حلغر والر حل والر دلش فاستكثروا فيه
فاستكثروا فيه من 4 خصال دئهم انقح سو دولشنية سو داقلش دئهم سو داقلشنية أتى بتح خصلتين ترضون بهما ربكم شهما أصدئهم نخشهما أتشنهما تاني أشا شيديل شنريز فيرولش وخصلتين لا غنى بكم عنهما اشتشهم دو شنا يتخلش شو يشيوش يلا. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه أشا شيديل ريز ويرولش والشهما أصدئهم نخ إذا أشا لا إله إلا الله شهادة دالدردو إشتا أشا الله يجتر دي خردو. وأما اللتان لا غنى بكم عنهما أما وشهما شنتخل يشيوش دولو إزهدو فتسألون الله الجنة أش الله يجيلس مني يخلشني وتعوذون به من النار إشتا أشا الله يقرأ شاش شوشغة تتسرخ حلغار داقر ديخر إشي هم دوشن شنا تخيل تدوش تقال. هذا حديث غيل حديث دوهر البانيس غيل حديث دوهر. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير الكوفي أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة سديس ديلش عليه الصلاة والسلام إيدر كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. هور أدمي عمل الله هور آدم بري عمل الله عز وجل سويق يضاعف له الحسنة تودين دول تحدك دويتون عمل قح تودين دول تحدك الله تون الصودق ب10 أمثالها إتز إسندل إسن إتز إلى 700 ضعف ورخبعة إقاتش ورخبعة إشت مسيخ قي مسيخ سمسوت شمتا ألش موخدر أتصل إقاتش الله تو ينخلول ديك عمل تنسو يقشبو الله عز وجل. قال الله تعالى لقسيل عوش الله دال بو قال الله تعالى لقسيل عوش الله دال بو إلا الصوم مارخ دوتك مارخ دويتك خوبشتل إز دات أجيق دوخش با هنا إتوز يورخ بعا سونخ تنغيال سو يقش مارخن ستك هدو فإنه لي بقلاء مارخ سوندو بو الله عز وجل شيندو باهتو وأنا أجزي به أسا ديكنز بيقن بيربو أتمارخ مارخ قاب بولشن الله تنك خاوش دات مثلا هم يتع الله وينا ديلشنا عليه الصلاة والسلام شي حديث عن بيلغا دين خيلشا أحبسو بستجينيول ديك عمل سون إز الله سويق شخلرتا إتنتيرا وربعا سونخ دقة الله بين قية بقز أما مارخن تاني ديك الله عز وجل وين خايتنا دات أتوغوش تقودو تنخ الله هون لشول يالقي دق خيريول شخلر. يدع الصائم طعامه وشرابه وشهوته من أجل باغ مارخ خوب شوالشو شي دأر شي ملر شي شهوة عدتو من أجل سدح لصائم فرحتان مارخ خوب شوالشونا شئ فرحتان شئ سمق دالر خيدتن فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه شا مارخ داش چينا سمق دالر خولتنا اشتتن ما تنا سمق دالر خيدو شي دالن ازدو حلقه چينا تلا دوق سمق دالر بصوب استغن قيخليش يوش ولا خلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك إمار قوب شوال استجي بقر يوخشل حجيوي فيه ألش فمن دقر لاقا إمار قوب شوال تندمير تاني فيه الخلق
الخلوف إذا يعني ما تغير من رائحة الصائم، من فم رائحة الصائم مارقو بشوستقوي تن بقى تن إي حج خيت يلردو إيو إز مقولا إي مارقو بشوستقا تن بقى تن إي خيت يلر الحج يوي إذا الله هنجرجع مسكال خز حجوش ما يزال الصوم الجنة مرخ قابر دوي إذا الجنة بوغا استجا إنواشا يختو شمدون يزال مانع من الآثام أشمو خدر. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن المطرف حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى ريان يلسمن يحا برخ نعيو تيرخ تنعيو شيت أيولش ريان لا يدخله إلا الصائمون مرخ قوبش برش بما أتنعر خلا يلسمن غربات. أخرجه البخاري ومسلم. أخبرنا محمد بن عبد الله ابن أبي توبة أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي أخبرنا عبد الله بن محمود أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن راشد بن سعد عن يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد مرخ قرآن شفاعة تيردو لين يقول الصيام مرخ إيردو أي ربي هي سديل إني منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه هي سديل بقلا أس إذا يختو نيرق يأمخ ملرخ شهوات شخ دينح أتنخ يختو نير شايز سون شفاعة درلوحتن تحال ويقول القرآن إيدو ربي إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعاني قرآن إيدو هي سديل بقلا أس إذ يختو نير نبيرخ بالليل بيسن لقسيل عوج الله دال هو غير دويلقوي فشفعني سون تنشفع الترلوح فشفعني فيه تنشفع الترلوح سون فيشفعان اتاق الله عز وجل تارشنا شفاعة التر لوردو قطعها تغن ليروي درس يرجوي وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.